كوباني تبدأ رحلة الحفاظ على التراث الشعبي بمتحف جديد. بدأت كوباني في الحفاظ على فولكلورها من خلال متحف جديد. كانت المدينة معروفة بحرفها وتقاليدها، لكنها فقدت خلال الحرب السورية. تحاول كوباني الآن إحياء تراثها الثقافي. سيعرض المتحف الجديد الملابس والحرف اليدوية والموسيقى الكردية التقليدية، كما سيتضمن ورش عمل حيث يمكن للناس التعرف على الحرف التقليدية في كوباني وممارستها. سيكون المتحف مكانا للناس للاحتفال بثقافتهم وتقاليدهم. رحلة كوباني للحفاظ على فولكلورها مهمة جدا. تعد ثقافة المدينة وتقاليدها جزءا قيما من التراث السوري. من خلال إحياء تراثها الثقافي، لا تحافظ كوباني على تاريخها فحسب، بل تساهم أيضا في الحفاظ على سوريا. 1. كوباني هي مدينة في شمال سوريا. 2. بدأت المدينة رحلة للحفاظ على شعبها بمتحف جديد. 3. سيضم المتحف عناصر مهمة لتاريخ المدينة وثقافتها. 4. سيكون المتحف مكانا للناس للتعرف على ماضي كوباني. 5. سيكون المتحف أيضا مكانا للناس لتجربة ثقافة المدينة. 6. سيكون المتحف مفتوحا للجمهور. 7. سيكون المتحف مكانا يجتمع فيه الناس ويتعرفون على ثقافة كوباني وتاريخها، وهي عاصمة كانتون كوباني. تقع المدينة في منطقة كوباني، تقع على طول نهر الفرات. تشتهر المدينة بإنتاجها الزراعي والحيواني. كوباني هي أيضا مركز صناعي وتجاري مهم. تشتهر كوباني أيضا بثقافتها النابذة بالحياة. تتمتع المدينة بتاريخ طويل يعود تاريخه إلى العصر البرونزي. كانت كوباني مدينة مهمة في مملكة آشور قديمة. كانت المدينة أيضا مركزا مهما للإمبراطورية العثمانية. كوباني هي الآن مدينة مهمة في الحرب الأهلية السورية. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المدينة منذ عام 2013. 2. بدأت مدينة كوباني رحلة للحفاظ على فولكلورها بمتحف جديد. سيساعد هذا المتحف في الحفاظ على الثقافة والتراث الغني للمدينة على قيد الحياة للأجيال القادمة. سيعرض المتحف الفنون والحرف التقليدية للمدينة، بالإضافة إلى تاريخ وعادات سكان كوباني. سيكون المتحف مكانا يمكن لسكان كوباني أن يأتوا إليه للتعرف على ثقافتهم وتراثهم. سيكون أيضا مكانا يمكنهم القدوم إليه لمشاركة قصصهم وتجاربهم الخاصة. سيكون المتحف مكانا للتعلم والفهم لجميع الذين يزورونه. بدأت للتو رحلة الحفاظ على التراث الشعبي في كوباني. المتحف الجديد هو الخطوة الأولى في هذه العملية. إنها خطوة ستساعد على ضمان نقل الثقافة والتراث الغني للمدينة إلى الأجيال القادمة. 3. سيضم المتحف عناصر مهمة لتاريخ المدينة كوباني وثقافتها. سيفتح متحف كوباني أبوابه للجمهور في وقت لاحق من هذا العام، حيث يعرض عناصر مهمة لتاريخ المدينة وثقافتها. المتحف هو من بنات أفكار السكان المحليين الذين أرادوا الحفاظ على الفولكلور والتراث في المدينة. يقع المتحف في وسط المدينة، وسيضم مجموعة متنوعة من العناصر بما في ذلك الملابس التقليدية والمجوهرات والأعمال الفنية والوثائق. يعود تاريخ بعض القطع الأثرية إلى مئات السنين، في حين أن البعض الآخر أحدث. سيكون المتحف موردا قيما للمقيمين والزوار على حد سواء، حيث يوفر نافذة على تاريخ كوباني وثقافتها. سيكون أيضا مكانا للناس لمشاركة قصصهم وذكرياتهم عنه. يعد افتتاح المتحف حدثا مهما بالنسبة لكوباني، ويمثل بداية رحلة للحفاظ على تاريخها وثقافتها. 4. يحتوي المتحف على مجموعة متنوعة من المعروضات، بما في ذلك قسم عن الحكايات الشعبية التقليدية. يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من القصص المصورة واللوحات والمنحوتات التي تصور مشاهد من الحكايات الشعبية، بالإضافة إلى معلومات عن تاريخ وأصول القصص.
تعد مجموعة المتحف من الحكايات الشعبية مورداً قيماً لفهم التراث الثقافي للمدينة وشعبها. تقدم القصص نظرة ثاقبة لتاريخ المدينة والطريقة التي تفاعل بها شعبها مع العالم الخارجي، كما أنها توفر نافذة على العادات والمعتقدات الفريدة للمدينة. المعرض هو إضافة مرحب بها للمتحف ومورد قيم لسكان المدينة وزوارها. إنه تذكير بأهمية الحفاظ على تراثنا الفولكلوري والحاجة إلى إبقاء هذه القصص حية للأجيال القادمات. 5. يحتوي متحف كوباني على مكتبة وورشة عمل، حيث يمكن للسكان المحليين التعرف على الحرف التقليدية. تقدم ورشة العمل دروسا في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك النسيج والتطريز والموسيقى الكردية التقليدية. ستتاح لزوار المتحف الفرصة للتعرف على طريقة الحياة التقليدية للأكراد، ومشاهدة بعض القطع الأثرية والأعمال الفنية الفريدة التي تم تناقلها عبر الأجيال. يعد المتحف مورداً قيماً لأي شخص مهتم بتاريخ وثقافة الأكراد، وهو خطوة مهمة في الحفاظ على التقاليد الشعبية الكردية.